السلام عليكم. جيتكم اليوم بوصفة حساء السمك، سوب دو بواسون خفيفة ومليحة ومعمرة بالفيتامينات، هكذا باش الأولاد اللي ما يحبوش الحوت ياكلوه، اللي ما يحبوش الليغوم ياكلوهم. كي تعود السوب يبلعوا ما يفيقوش للقو، وصدقوني ولا غير تجي بنينة كيما تاع المطاعم. الوصفة من كراس الورشات. اذا هنا واش نحتاج؟ عندنا 2 حبات بطاطا، حبه بصله، حبه جريوات، القرعه اختياري، 2 حبات زروديه. وهنا الخضره يا البنات اختياري، وحده ما تحبش البطاطا ما ديرش، وحده تحب جريوات بزاف دير، تسمى الخضره اختياري. هنا ديروا كيما تحبوا. عندنا راس الحانوت، عندنا الثوم، عندنا الزنجبيل، الكمون والملح طبعا، ونحركوهم هكذا ونخليهم يتقلاو مليح. ومن بعد نحطوا الحوت، اي الحوت نوع واش بغيتو ديروا اللي عندكم ديروا. ونزيدوا الباقه المنسمه. الباقه المنسمه هي عباره عن زعتره، دبشه، معدنوس، والرند، حبه طماطم، شويه كزبر، ومغرفه زيت زيتون، ونقليوهم في الزبده وشويه زيت سانغو. ومن بعد ما يتقلاو مليح نمرقوهم بالماء. من بعد كي تغلي نرقي هذيك الخضره وكل نرقيهم بالميكسور، نخليهم يتقلاو مليح. البنه تاع راسو كي يتقلاو باه نشوفوا هذوك لي زيبيس مليح كي يتقلاو، نديروا لهم الماء وما نكسروش الماء، نديروا قيس ما يتغطى الخضره هذيك. ومن بعد نرحيوهم. تجي قوام هكذا، يجي شوي ثقيل، ما تجيش سايحه بزاف. واللي ما تحبهاش ثقيله تحب تزيدها، تحبها خفيفه تزيد لها الماء وتخليها تغلي شويه. من بعد في مقله نديروا شويه زبده، ومن بعد نديروا، انا عندي هنايا خبز هكذا شريته دوائر، اللي ما عندهاش دير خبز اللي عندها في الدار. هكذا نحمرهم شويه في الزبده ونحطوهم نقدموهم مع لاصوب، هذو يجيو هكذا مع لاصوب، نحمرهم على الجهتين. واللي ما تحبش تحمرهم تحبهم هكذا ديرهم هكذا. هذا البنات شريته انا هكذا يتباع يابس، نحمروا غير في شويه زبده ويجي مع لاصوب، صدقوني يجي اروع ما يكون. هكذا نقليهم على الجهتين حتى نتحصلوا لون ذهبي، ونقدموهم فوق لاصوب. ونزينوا الطبسي تاعنا بشويه دبشه، ونقدموه مع صحن سلطه خفيف، شهيه طيبه. جيم كومونتير تجديد البنات.